يا ترى ممكن تكوني بتسدي النفس وانتي مش واخدة بالك؟ يا ترى ممكن يكون نفسي الناس اللي حواليا تديني حاجات حلوة وانا مش منتبهة ان انا سادة نفسهم؟ ازاي يا نرمين؟ تعالي اقولك ازاي. كان عندي كلاينت جميلة جدا بتشتكي لي من زوجها وان هو مش بيقولها كلام حلو، وان هي عمالة بقى بتتخانق معاه كل شوية. انت لازم تقولي كلام حلو، لازم تهتم بيا، لازم 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 لازم. فبعد ما سمعتها وخلصت كله قلت لها تعالي كده اسالك سؤال، انت بتحبيني واحنا بقالنا كده فتره حلوه مع بعض وعلاقتنا جميله. قلت لها تخيلي لو انا جيت اتخانق معاكي وقلت لك ايه ده، انت ليه لما بتاخدي معايا السيشن وبتحضري معايا الكورس ليه مش بتدخلي تكتبي لي كلام حلو وتعليقات على السوشيال ميديا، وتكتبي لي ان الله السيشن معايا كانت حلوه قوي، وتكتبي لي قد ايه انت بتحبيني وقد ايه هي كانت فارقه في حياتك. ليه مش بتروحي تقولي للناس قد ايه انا حلوه ومؤثره في حياتك وغيرت في حياتك. وقعدت اقول لها، قعدت اتخانق معاكي على ان انت تقصيرك ولازم تهتمي وتقولي لي كلام حلو. قلت لها مع العلم ان انت بتحبيني. قلت لها هتحسي بايه؟ قالت لي نفسي هتتسد. قلت لها شكرا. عارفه ليه نفسك اتسدت؟ لان انا طلبت منك حاجه حلوه بس بطريقه مش حلوه. عارفين يا جماعه احنا ايه مشكلتنا؟ ان احنا بنطلب الحب بس بطريقه ما فيهاش حب. فبالتالي اللي قدامنا حتى لو هو بيحبنا، حتى لو كان في نيته كده الجميلة ان هو يدينا الحب ويعبر عنه، احنا سدينا نفسه، قلناها له بطريقة قفلته، سدت نفسه. مهم تسألي نفسك، يا ترى لما بطلب الحب من زوجي، من ولادي، من صحابي، من أيا كان الشخص، بطلبه بطريقة فيها حب ولا بطلبه بالخناق والتعنيف والهجوم والنقد؟ طيب مش بس كده، يا ترى بقدم في المقابل الحاجة اللي تفتح نفس اللي قدامي إن هو يقول لي كلمة حلوة، ولا أنا أفعالي مش بس كمان كلامي، أفعالي نفسها هتسد نفسه؟ فالراجل يرجع يلاقيكي مش لابسة، مش متزينة، البيت مكركب، طب هيجيب نفس منين يقولك كلمة حلوة؟ طيب ولادك طول النهار متعصبة عليهم وبتزعقي فيهم وبتنتقديهم، هم هيجيبوا منين نفس يقولولك حاجة حلوة وانتي مامي جميلة وانتي مامي فظيعة؟ ازاي؟ يبقى راجعي الطريقة بتاعتك في طلب الحب، وراجعي الأفعال اللي انتي بتقدميها، علشان ممكن تكوني بتسدي نفس اللي حواليكي إن هم يدوكي الحب.